السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ده اول فيديو نطلع بيه بعد غياب طويل على القناة بتاعتنا. بس الصراحة هو فيديو غريب قوي يعني. اول يوم ان انا اطلع فيه، اول حاجة انا بدأت قلت ان انا هبدأ اصور واعمل انزل معاكم. اول حاجة انه قطع، الحمد لله. دي كانت اول حاجة. قعدت ساعتين تلاتة بعد كده بدأت ان انا هصور الانبوبة فيديو. برضو دي حاجة برضو النهاردة الحمد لله يوم غريب شويتين. الحمد لله. بس يعني ربنا يعديها على خير. وقلت لا، يعني صممت برضو لا لسه هكمل برضو هصور مش هوقف. الحمد لله. في حاجات كده غريبة حصلت معايا النهاردة، بس الحمد لله يعني. برضو الواحد يعني ربنا بيديله الإرادة ان هو بيقول ان انا لا هكمل مهما بيحصل. يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. هي حاجة غريبة شوية. اخر حاجة بقى معايا اتكسرت. الحمد لله. دي كانت اخر حاجة معايا في الفيديو الغريب بتاعي، مع انه اول فيديو هطلع فيه. بس الحمد لله. هنعمل ايه مع بعض النهاردة؟ احنا هنعمل سجق. اكلة خفيفة كده يعني، ابني طلبها مني. هنسمي الله وهنصلي على حبيبه محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا محمد. وهنبدأ ان احنا نشوف هنعمل ايه في الحاجات الغريبة اللي معانا. الحاجة اللي معانا ان شاء الله بإذن الله، معانا السجق، معانا فلفل، معانا بصل جوانح، معانا طماطم مضروبة في الخلاط، معانا طماطم متقطعة، معانا ملح وفلفل اسمر. دي بقى اهم حاجة انا هشتغل بيها دلوقتي مؤقتا لحد ما بإذن الله هنزل اجيب واحدة جديدة. هنبدأ نشوف هنعمل ايه. هنتنقل على البوتاجاز بتاعنا ونبدأ نطبق الحاجة بتاعتنا. بسم الله. السجق اهو معايا، انا بديله الاول صدمة. هتنفع نشتغل بيها كده المعلقة بالراحة. اهو السجق بتاعنا شوحناه. بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم هتاكله كده شوية. اهو حطيت البصل، هو نزل معاه كام قرن فلفل كده. اهو البصل بتاعي بدأ يدبل. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الفلفل ومعايا اهو فص ثوم صغير قوي. معانا الطماطم ننزل بيها. دي كده من الاكلات معانا السريعه اللي هي ما بتاخدش وقت على طول. ولو في بقى فين احنا بنحط فيه معايا الطماطم يا دوب، بس اللي هي تعمل لها ايه، ما بكترش من الطماطم ديت، اللي هي يا دوب ايه تعمل لها بس اللي هو صوص كده بس بسيط. ومعايا التوابل بتاعتي، ملح وفلفل، واللي حابب يحط فلفل حامي بيحط، اللي حابب يحط شطه بيحط، كل واحد على ايه، على حسب ما هو بيحب. هسيبه بقى يستوي، هوطش عليه وهسيبه ان هو ايه يستوي.
وهنشوف في الاخر هيبقى ايه شكل السجق بتاعنا. اهو السجق بتاعنا بعد ما طلع. نتمنى يا رب ان انتوا تجربوه، وجربتوه عجبكم ما تنسوش الاشتراك معانا في القناه وتفعلوا لنا زر الجرس عشان باذن الله يوصلكم مننا كل جديد على مطبخ ميدو حبيبي. باي.